السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتور محمد بنداري من صيدلية البنداري. والله الواحد محرج إن هو يطلع يتكلم في أي حاجة من أي فيديوهات أو يفيد الناس بأي معلومة، وأهلنا في غزة بيتدمروا، وربنا ينصرهم ويعافيهم ويشد من أزرهم كده يا رب، والدنيا معاهم تبقى أفضل وأحسن بكتير بإذن الله. هنتكلم عن موضوع البواسير. لازم يا جماعة الأول نتكلم أو نفهم يعني إيه أصلا بواسير. البواسير دي يا جماعة دي حاجة موجودة في الإنس تحت خالص، عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية اللي الدم لازم يوصل لها، وبيحصل لها انقباض وانبساط زيها زي جميع الأوعية الدموية اللي في جسمنا. الدم بينزل لها وبعدين بيرجع تاني يطلع طبيعي. طب يا جماعة لو الأوعية الدموية ديت ما بقتش تنقبض كويس أو ما بقتش تقفل كويس، ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي يحصل ان الدم هيفضل تحت ومش هيطلع فوق تاني، وهيبقى في نسبة اكسجين. هل هيكون في نسبة اكسجين؟ مش هيكون في نسبة اكسجين خالص، وبالتالي ان هيحصل ألم شديد في المنطقة ديت، وبالتالي برضو نسبة الهستامين في الجسم هيزيد، وهيحصل ان في هرش شديد جدا 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 هتبدأ تحس بيه في المنطقة دي. نتيجة ايه؟ نتيجة ان الاوعية الدموية بتاعتك اللي لازم تكون شغالة كويس جدا ما بقتش شغالة كويس. دي اسباب البواسير الاساسية. طبعا احنا كنا عارفين ان في بواسير داخلية وبواسير خارجية. طب ايه؟ طب انا يا دكتور اعرف ازاي ان انا عندي بواسير؟ اعرف ازاي؟ اولا لما بتيجي تعمل حمام بيكون في حرقان شديد جدا 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 في المنطقة ديت، وممكن لو انت حطيت ايدك هتلاقي فيه حبايه نازله خالص قد الحمصايه. الحبايه ديت صغيره جدا جدا، تلاقيها مدلدله شويه، تبقى صعبه جدا جدا لما تيجي تعمل حمام ويجي عليها شطاب، بتحس بحرقان شديد جدا جدا، بيبقى فيه وجع، الم شديد، حاسس انك انت مش طايق تاخد نفسك، ممكن يحصل لك امساك. ممكن مع التقدم لو البواسير متقدمه شويه تلاقي تكسير في الشعيرات الدمويه اللي موجوده في الاوعيه ديت، وبالتالي بتلاقي في دم نازل برضه مع البراز، ويرجع يقول لك انا بدات انزل دم، وتبدا تخش مواضيع تانية كبيره. وانت لازم تبقى فاهم ان طالما في وجع شديد والم شديد في المنطقه ديت وانت بدات انك انت تنزل دم، اعرف ان الموضوع بتاعك دخل في ليفل اعلى شوية، وده بيكون نتيجة تكسير الشعيرات الدموية، وبالتالي الدم بينزل من كده. تمام؟ دي نقطة مهمة جدا لازم نكون عارفينها، وخصوصا ان في ناس بتلخبط بين الامساك وبين البواسير. ادي يا جماعة ديت الاعراض بتاعتنا الاساسية اللي لازم نكون احنا عارفينها كويس جدا عشان اعرف اذا كان انا عندي بواسير ولا لا. تمام؟ طيب انا هعالج بقى يا دكتور كل ده ازاي؟ المنطقة ديت صعب جدا دخول الهواء فيها، وبالتالي النظافة بتاعتها لا مهمة جدا جدا عندنا، لأن عدم نظافتك للمنطقة ديت هيبقى الجو بتاعها بيساعد على نمو البكتيريا والفيروسات، وهتلاقي الدنيا عندك بتتلخبط خالص. علشان كده احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب البتادين على 2 لتر ميه، وانا اقعد فيها مثلا مده 10 دقايق ولا حاجه، واقوم اغسل تاني المنطقه ديت اكني مفيش اي حاجه. يبقى انا كده البتادين قتل كل البكتيريا اللي ممكن تكون موجوده هنا، اللي ممكن تساعد على نمو البكتيريا اكتر، وفي نفس الوقت البواسير ما تحصلش فيها مشكله زياده. تمام؟ او ان انا اجيب حاجه اسمها بوتاسيوم برمنجانيت. بوتاسيوم برمنجانيت ده انا هجيبه احطه في ميه مغليه وبعدين ابردها الاول. انا هغلي الميه قبل ما احط البوتاسيوم برمنجانيت، هجيب ميه مغليه وابردها. ليه ميه مغليه يا دكتور؟ ميه مغليه علشان يطلع لي الاكسجين اللي فيها ويطلع لي الكلور، ده علشان يمنع تحول اللون الاساسي بتاع البوتاسيوم برمنجانيت اللي هو الفيولوت، امنع احوله اللون البني. هي ليها لون انت هتشوفه قدام عينيك مش لون بني، لو انت لقيتها اتحولت للون البني يبقى انت حطيت البوتاسيوم برمنجانيت في ميه سخنه، وده غلط علشان هيتحول هنا للون البني. تمام؟ وبالتالي نقطه مهمه جدا. وبرضو انا هحطها في الميه وهقعد فيها برضو 10 دقايق، وما انساش اللون يكون بتاعها فايلوت زي لون زهري كده. تمام؟
بس هي دي نقطة مهمة جدا، ده علشان انا انظف كل ده، وفي نفس الوقت بيقلل الإديمة، تجميع المية الموجودة في المنطقة دي بتقل. تمام. انا هبدأ برضه استخدم يا جماعة معايا لبوس زي الفاكتول بوس، زي السيدي بروكت البوس، زي اتش فورمولا البوس. تمام. ممكن معاها برضو استعمل الدهان كريم، بيبقى ليه بوز كده، انا بدخل البوز وفي نفس الوقت من ايه، باخد الجرعه بتاعتي الاساسيه. برضو ممكن استعمل فاكتو كريم، ممكن استعمل الاتش فورمولا كريم، ممكن استعمل برضو السيدي بروكت كريم نفس البوز، ممكن استعمل منه كريم، مفيش اي مشكله خالص. بس اهم حاجه عشان الالم الشديد ده لازم اخد مخدر موضعي مع الكريم، زي الليجنوكاين او الليدوكاين كريم، برضو بيكون فيه هبوس كده، برضو بنفس الطريقه بتستعمل. تمام. في نقطة برضو مهمة جدا، أنا لو عندي تكسير في الشعيرات الدموية، لازم يا جماعة، لازم آخد مقوي للشعيرات الدموية زي الدافلون 500 أو الدافركس، أي حاجة من دي آخد حباية واحدة منها بعد الغداء، ممتاز جدا، وهتبقى كافية جدا جدا إن أنا آخد المفعول الأساسي بتاعها عشان أرجع أقوي الشعيرات الدموية تاني. طبعا إحنا ممكن يجيلنا إيه؟ إمساك. دي مشكلة كبيرة جدا بتواجه الناس اللي عندهم بواسير الإمساك، مشكلة حقيقية. طب إيه الحل بتاعها يا دكتور؟ الحل السريع النهائي ان انا ممكن استعمل بيكولاكس نقط، اللي هي الماده بتاعتها صوديوم بيكو سلفيت، على اللاكتيلوز شراب او الدوفلاك شراب. هاخد 10 نقط على اللاكتيلوز، 10 نقط على معلقه كبيره من اللاكتيلوز شراب. تمام. واشربها بس كده، شكرا، انت كده مش هيكون عندك امساك باذن الله. وحذاري حذاري حذاري، ما تشربش ميه، لازم تشرب ميه كتير جدا 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 علشان اقلل موضوع الامساك. لازم اكل فيه الياف كتير، اكل خضار على قد ما اقدر يا جماعه. السلطه الاساسيه المهمه جدا 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 اللي احنا بننصح بيها ناس كتير قوي، وملهاش اضرار، اي حاجه خضراء قدامك كلها. لازم ناكل الياف كتير جدا، وخصوصا لو انا عندي بواسير، علشان امنع حدوث اي امساك يحصل لي. تمام. اتمنى ان انا اكون فدت حضراتكم بالفيديو البسيط ده اللي بيحكي عن البواسير. ولو في اي كومنت او اي تعليق حابب انك انت تقوله لي، ممكن انا تحت امر حضرتك جدا، ممكن تكلمني، وكده كده الرقم بتاع الصيدليه موجود، ممكن برضو تكلمنا عليه، واحنا موجودين 24 ساعه. وحضرتك لو حابب ان احنا نتكلم عن موضوع او نحكي في موضوع معين، حضرتك ممكن تكلمني في الكومنتات او تقول لي حابين نفهم كذا او نتكلم عن كذا، وانا تحت امر حضراتكم جدا. كان معكم دكتور محمد بنداري من صيدليه البنداري. السلام عليكم.